مشاهدينا، مساء الضمير، مساء الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. لسه أصواتهم بتنادي في الميدان، شهداء 25 يناير، ولغاية النهاردة بيقولوا كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. ورغم اللي بيحصل في الوطن، ورغم ان الإعلام لغاية النهاردة ما بيجيبش عنهم حاجة، وما بيجيبش الميدان اللي بينادي بأصواتهم وبضمايرهم، بيجيب الميدان اللي بينادي بقتل المزيد منهم، بقتل الشعب. الإعلام المصري ما بيغطيش إعلاميا أي حاجة متعلقة بميدان التحرير، بالثورة الحقيقية، ثورة الشعب المصري. إعلام الشعب بيرفض إن هو يغطي كل حاجة بيعملها الشعب، لكن ممكن يغطي كل حاجة بيعملها المتأسلمين واللي بينادوا باسم الحاكم، وفي نفس الوقت بينادوا باسم الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت بينادوا بقتل وحرق كل من كانوا في ميدان التحرير وما زالوا. بيعلنوا حرب أهلية والحاكم موافق وساكت، وبعد كده كمان بيعلن عن استفتاء لدستور للعبيد. يا جماعة، ضميرنا الإعلامي يقول ما احناش أغلى من ورد الجناين اللي فتح في كل جناين مصر وحرقوه وسحلوه وقطفوه، والنهاردة باعوا دم الشهيد وما زالوا. وبنقول هنعمل ايه؟ اعلامكم متواطئ ضدكم، اعلام الشعب. فما قداميش غير ان انا احمل كفني النهارده. جبت كفني النهارده، خلاص اخر حاجه نقولها للشعب كله: الاعلام متواطئ في حق الشعب. يا جماعه، خلوا ضميركم صاحيه وفكروا كويس. اللي بيحصل في البلد ده ضد البلد وضد الوطن. اللي بيحب مصر ما يخربش مصر، ما يقتلش حد. اللي بيحب مصر ما يوافقش عن دستور للعبيد. وخلوا الضمير صاحي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الرحمة يا رب الرحمة بجاه نبينا الرحمة. الرحمة يا رب الرحمة بجاه نبينا الرحمة. الرحمة يا رب المصر وحد قلوبنا المصر، طهر قلوبنا المصر. اجعل يا رب المصر من بعد العسر يسر. اجعل يا رب المصر من بعد العسر يسر. ومن الفتن سلم، من الفتن سلم، من الفتن سلم. رجعنا لكم مشاهدينا في برنامجنا الضمير. وبرنامجنا على فكرة حواليه تساؤلات كتير، خصوصا المسؤولين الإعلاميين، ودايما يقولوا لي جيبي فيه كل الآراء. لكن أحب أعرف مشاهدينا إن برنامجنا مش توك شو، مش برنامج حواري، هو اسمه الضمير. وكل بني آدم بيحضر فيه بيحضر بضميره الإنساني. ولما بيحصل إن أنا بجيب أي طرف من الأطراف التانية، المشاهدين على طول على صفحتنا على الفيسبوك بيقعدوا يتخانقوا معانا ويقولوا لنا إحنا مش عايزين يبقى موجود في البرنامج الضمير على قناة تانية
إلا الناس فعلا اللي بيراعوا ضمايرهم. يسعدنا النهاردة يكون في حلقتنا جزء من الشعب. معانا الدكتورة مريم ميلاد رزق. أهلا بيكي دكتورة مريم. أهلا. معانا الشيخ محمد عبد الله نصر. أهلا بحضرتك. معانا العميد حسين حمودة مصطفى. أهلا بيك. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم يعني عن الضمير أكتر من اللي حاصل في الحياة. هنبتدي بالدكتورة مريم، بما ان حضرتك دكتوراه في التنمية البشرية، والحاكم طلع في اللقاء يقول ان بيحصل تنمية بشرية في سيناء اللي عمالة تتاخد. وايه رأيك انت في التنمية البشرية اللي بتحصل؟ أنا رأيي إن حصل انعدام ضمير من اللي هم اتحطوا على كرسي الرئاسة، وحصل هتك للشعب المصري، حصل ذبح بسيف ذي حدين لشعب مصر. إما الإعلان الدستوري أو الدستور. أكبر كارثة حصلت لنا لما الحاج مرسي طلع وقال من غير ما يقرأ، ومع العلم ان انا كان عندي نية الخير عشان الناس تقول عليا ان انا اللي متحكمة على الحاج مرسي، وقلت له قبلها بليلة بساعات معدودة، قلت له اوعى تمضي عمياني، اوعى، على الاقل في ناس لسه منتخبينك وبيقولوا ان انت رئيس دولة، لو انا ما انتخبتكش طلعني غلطانة. اقرأ. اول آية تقول لك ايه في القرآن الكريم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. تيجي انت يا راجل ما تقراش، تاخد الورقه كده وتقول لهم يلا هنصوت عليها؟ ده شعب مصر كله صوت امبارح. ده الناس اللي انتخبتك لطمت على وقفتهم بالساعات. بتذبحهم ليه؟ ليه اثبتت للناس كلها انك مقاد، ان انت تقاد ولا تقود؟ بتعمل كل ده عشان خدت ايه من الكرسي؟ تنميه ايه اللي بتعملها؟ مفيش تنميه بتتعمل، في إهدار لجميع حقوق دولة مصر. مش هكلمك لجميع حقوق المصريين ولا لكل بني آدم عايش. مش لكل بني آدم عايش بس، ده حتى اللي مات يا شيخ، ده اللي مات مش عارفين نجيب له حقه. اللي مات ليه حق علينا، سواء مات بحادثة، مات قتل، مات غدر. وانت فاهم يا حاج مرسي كويس قوي لما بقول مات غدر في ميدان التحرير، ولسه بيموت مننا. وزي ما حضرتك جبتي كفنك، يمكن احنا كمان جايبين كفننا بقالنا 10 ايام من زمان موجودين. بس اذا كانوا مش وقلت مصدقين له دمي يعني قبل دم اي مصري تاني، ولسه بقولها لك. اللي انت بتعمله، انت ما بتعملش تنميه، انت بتاذي الدوله، بس عمر مصر ما هتضيع على ايدك. اعرف لو انتخبوك 5 مليون، اللي صحيوا دلوقتي 80 مليون، واللي عصروا على نفسهم الليمونه لموها تاني وقالوا لك هنرجع مصر تاني. هي ثابته، انت مش ثابت. هي باقيه، انت مش باقي. انت فقدت الشرعيه، فقدت كل حاجه، حتى احترامنا احنا كاولاد بلد لبعض فقدتها. ده احنا بنقول بنت ب100 راجل، ولا نقول الراجل بكلمته لما يبقى ثابت كده، يبقى عنده الكلمه. لكن كل ما اجي ان انا هاجي اقول لك ايه، ساعديني والنبي، خليكي معايا والنبي. ايوه، طب انا فين؟ ما انت تساعديني لما انا اضعف، تساعديني لما انا اثبت لك ان انا قويه لكن بقى عندي محنه. لكن ان انا اثبت لك قصاد العالم كله وبكل اسف ان احنا في كل لحظه العالم كله بقى باصص على دوله مصر في كل همسه. امبارح بتعمل احتفال عشان تبين ان سيادتك بتقاد وليس بقائد. بتدي الناس تنزل تصوت على دستور سيادتك ما قريتهوش. اصلا الشعب ده اصلا الناس اللي جوه شعب ايه؟ ده قله عايزه تقتل الاغلبيه، مش دريانه كل ماده اتكتبت ازاي، ومواد جديده بتطلع لي في الفجر، وحسام الغرياني يطلع يقول لك بصوا بقى، يا تقولوا يا اما هو كده، ياض الله مع ياض الجماعه. يا ابني بتدخل الله فين؟ انت تاجرت بكل شيء. طبعا انا عندي حاجات كتير قوي ممكن اقولها، هنقولها. لا، هي الفكره ان انا هسيب سمو الشيخ هنا يقول، واسيب هنا الاستاذ الفاضل يقول. لكن احنا انت ما خليتش حاجه يا ما انت اعتلي كرسي الرئاسه الان الا ما تاجرت بيها. تاجرت بالدين، تاجرت بشرع الله، تاجرت بالله نفسه، ونصبت نفسك اعلى من الله.
فانت قراراتك محصنه، مع ان احنا بنعترض على ربنا وفي منا ملحدين وفي منا كفره، وقلت على الناس كلها كفره اللي هم اللي مش من الاخوان. كل الناس تم تكفيرها اللي هم مش من الاخوان. مفيش تنميه يا سيد مرسي انت بتعملها. انت من ساعه ما جيت والخراب حل على مصر، وليس على مصر بس، الحقيقه يعني من الواضح ان هو بيحل على اماكن كتير جدا. اي خراب هيحصل بيحصل لمصر احنا الاساس على العالم، على المنطقه مفيش المحيطه انجاز كلها. واحد يحسب ليك من يوم ما نويت الترشح وانت كنت احتياطي. بأسف كل الاسف ان مصر تمر بمرحله زي دي تكتب في التاريخ. لكن احنا قادرين ان احنا نصلح تاريخنا بايدينا حتى لو قتلت مننا كتير. احنا اللي طالبين الحريه، والحريه تيجي بالدم، واحنا دمنا حر ونقي عشان احنا مش كفر. فاحنا هنصلح بلدنا اللي انت بتخربها انت وجماعتك. اوعى تظن ان لغايه كده وانتوا سيطرتوا. ماليش دعوه تسيطروا على العالم بره مصر، لكن جوه بلدي لا. عايز تعيش معايا زي ما انا عايشه، ارجع وعيش معايا. لكن تقضي على دولتي لا، تقضي على اولاد بلدي لا. ما بتكلمش باسم حد ولا بتكلم ان انا قائده، انا بتكلم باللي انا حاسه بيه في الشارع، برميتنا في الشارع بقالنا 10 ايام وانت هنا لا سامع ولا شايف ولا بتقرا ولا اي حاجه خالص. ده اللي عندي. شيخ محمد، دكتوره مريم اتكلمت عن جزء الشرعيه، ودي الجمعه اللي مش لاقيين اسامي، كل شويه يطلع لنا عفريت الشريعه. للدرجه دي الشريعه الاسلاميه بقت مهانه وبقت زي اللبانه في بق كل من رب دقنه يتكلم باسم الاسلام. فين الازهر من اللي بيحصل ده؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ حديثي أعزي الشعب المصري في شهدائه الذين نزلوا المطالبة بالقصاص لشهداء محمد محمود الذين ماتوا منذ عام ماضي، فتم قنصهم وقتلهم وإلحاقهم بالشهداء السابقين. وكأننا نقول لمن يطلب القصاص ويطلب شرع الله: إنك لن تجد شرع الله في هذه الدنيا، فلن تجده إلا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وأوصلنا المتظاهرين إلى أن يلحقوا بإخوانهم الشهداء. الأزهر الشريف، أنا أعتبر أن بالأمس ما حدث بكل صراحة ولا مجاملة، وأقولها وأنا منذ 10 أيام وأنا لم أعد إلى منزلي، وأعتبر دائما أن عمامة الأزهر فيها دلالة رمزية. الطربوش الأحمر هذا يشير إلى لون الدم، كناية على أن الأزهري يجود بدمه ويقتل في سبيل كلمة الحق. وهذا الشال الأبيض كناية عن الكفن، وهو يرمز إلى أن الأزهري يقول كلمة الحق ولا ينافق السلطان ولا يداهنه، ويكون دائما نصيرا للمظلوم والضعيف. ويحضرني موقف الإمام عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر الشريف في آخر القرن 17 الميلادي. طغى المماليك وفرضوا المكوس والضرائب على الرعية والشعب بشكل مبالغ فيه، فما كان من الشعب إلا أن لجأ إلى شيخ الجامع الأزهر، فذهبوا إليه بعد صلاة الظهر وقالوا له: يا شيخنا، إن المماليك قد طغوا وتجبروا في الأرض، فارفع هذا الأمر إلى الوالي. فما كان منه إلا أن أشار عليهم بأول إضراب أو عصيان مدني عرفته مصر في العصور الحديثة، فقال لهم: إذا كان الغد في وقت الظهر وأتوني بأبنائكم ونسائكم في مسيرة حاشدة إلى الجامع الأزهر. فاجتمع الخلق حتى أن المؤرخين الذين وصفوا هذا الأمر قالوا يوما أشبه بأنه يعني كأن الشمس قد اجتمعت وحولها الكواكب والنجوم في وصف شيخ الأزهر وحوله الشعب المصري.
فما كان من الإمام عبد الله الشرقاوي إلا أن سعى إلى الحاكم ووقف ببابه وناداه ورفض أن يدخل، فما كان من الحاكم إلا أن أسقط الظلم والمكوس والضرائب عن الرعية. هذا الأزهر قد كان. الأزهر الذي رأيته بالأمس مجموعة من الدعاء يبصمون على السلطان وعلى قراراته، رغم أن أي إنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عنده منهجية، أولها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أرى الموقف الذي أمامي هل هو موقف الظالمين أم موقف غير الظالمين أم موقف العادلين؟ عندي رئيس أصدر إعلانا دستوريا منفردا يشرع فيه لنفسه صلاحيات ويشرع لنفسه فيه يعني يحصن نفسه من المساءلة، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الذي لا يحاسب ولا يناقش ولا يراجع في قراراته وقرارته محصنة هو الله سبحانه وتعالى. خرج هؤلاء المشايخ الذين كان عليهم أن يقفوا في خندق الحق وأن يقولوا للحاكم أنت بشر، أنت مأمور بطاعة الشعب، فالشعب هو مصدر السيادة ومصدر السلطات، الشعب من رفعك، ولكن النموذج الفرعوني في الحكم المسيطر على تلك البلد زين للبعض أن يكونوا ويقولوا كما قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الأزهريون إما أن يقفوا مع الحق وإما أن يقفوا موقف الصامت الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هل الأزهري ممكن يبقى صامت؟ يعني رجل الدين اللي بيتكلم باسم الله هل ممكن يبقى صامت؟ ده أنا مش عايزة أسألك على عقوبة اللي هو واقف. يعني إحنا عندنا في الإعلام اللي بيعمل رسالة إعلامية بيخون بيها الشعب، بيقولش فيها الحقيقة، ما بيقولش فيها الحقيقة، دي خيانة عظمى، دي فيها إعدام. يعني شوف بقى كم قيادة عندنا هيبقى معرضة يعني للإعدام بسبب اللي بيحصل في إعلام الشعب، فما بالك بقى اللي بيتكلم باسم الله. ها؟ ممثل يعني هو بيتكلم يعني الناس يا عيني احنا شعبنا غلبان، احنا الحكايه اللي حاصله دي حاجه ايجابيه ان الناس ابتدت تقرا في دينها وتفهم دينها عشان تتناقش معاهم، لكن شعبنا غلبان. يعني الوقفه بتاعت يوم الجمعه اللي هي يوم الجمعه اول امبارح كان اللي في ميدان النهضه اللي تم انتهاك التمثال اللي هو رمز من رموز الثقافه في مصر. ها؟ وده مش تخريب للرموز ولا تخريب ولا امن قومي ولا حدوته ولا الكلام ده، هو ده عادي. لا العفو، لا العفو. دول الناس اللي كانوا بيتجابوا بالاتوبيسات مش عارفين هم رايحين يعملوا ايه، كانهم يا عيني قطيع. ها؟ بيستغلوا فقرهم وحقوجتهم، ها؟ جايبينهم من البلاد وجهلهم. هل وباسم الله؟ يعني المشكله ان هو باسم الله وهم مش فاهمين ان الحكايه مش بالعدد، الحكايه مش بالعدد، الحكايه بالقضيه. فين العدد يا استاذه هاله؟ لو تسمحي لي في مداخله، فين العدد؟ لو حسبنا المساحه 50,000 ده المحافظ الجيزه قال لك ما ياخدش الا 50,000. ميدان النهضه ده ما يكملش 50,000. ما هو كابتن اعلامي الشعب بيقول لك مليونيه، يعني لا ده تعبير مجازي. المليونيه دي خلاص، ومراسل واقف طول النهار هناك. وانا لما نزل جابوا طياره عشان يدي فوكس من فوق عشان هو مش لاقي يصور. لما نزل الناس يعملوا التقرير في برنامجنا الضمير في ميدان التحرير، الفنانين رفضوا ان هم يدخلوا الميدان خوفا على الكاميرا بامر غير يعني بالكلام شفهي من رئيسهم. يعني كاميرات برنامج الضمير والبرامج اللي بتتكلم عن الحقيقه ممنوعه تدخل الميدان التحرير، لكن قدرت تدخل عند اللي بيدعوا للقتل والحرق عادي. ها؟ ومراسله وتقول مليونيه، يعني ضلال. مليونيه بأمارة ايه؟ اذا كان الميدان كله على بعضه ما ياخدش 50,000. طب خليني اقول لك على معلومه كمان احلى من كده بقى، مش بس هي حته الضلال في العدد وطريقه التصوير. احنا عندنا بقى الكاميرات بقى لعبه الاعلام، ان انا اصور من زاويه بعيده طبعا ابين لك الكورنر لحد 10 كده ابين لهم كانهم 100,000
على الاقل يا استاذه هلا احنا عندنا المظاهره بتاعتنا ولا تجمع الشعب لما نزل بقلب ابتداء من يوم الثلاث، من الجمعه اللي قبلها، والجمعه اللي قبلها وبالاخص الثلاث اللي فات ما جبناش حد من المحافظات. ده احنا هنا القاهره الكبرى بس المحافظات كلها كانت معانا يا حاج مرسي. كان كل واحد، الاسكندريه كانت شغاله، دمياط كانت شغاله، المحله، السويس، والقنوات المحليه اللي انت موتت قريه كامله باطفالها وقعدت على كرسي قلت انا هصرف تعويضات. تصرف تعويضات ايه؟ الدم ما بيرجعش بالفلوس، الضنا غالي، ربنا ما يوري حد. لا وهنعمل حاجات في قانون جديد وهنجيب ادله جديده، كله كاني خلايا اوليه. حينما اقول يصمتوا انا اقصد اخف الضررين، اما ان ينطقوا بالحق والخف. يا سيدتي الفاضله، اول من امس فضيله الشيخ احمد تركي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود أعلن رفضه للإعلان الدستوري. اليوم تم نقل الشيخ أحمد تركي إلى مسجد صغير بالعجوزة رغم أنه من أشهر أئمة وزارة الأوقاف. حينما يصعد لي أحد الدعاة الذي يركب أفخم السيارات ويعيش في أفضل القصور ويقول للشعب اصبر ولك الجنة، ويقول أنه داعية، وهو يعني جمع تبرعاتها إلى لا نعلم أين ذهبت حتى الآن، يقول أن تباشير الإسلام قد ظهرت في مصر، رغم أن الإسلام مر على دخوله إلى مصر أكثر من 14 قرنا، وكأنهم يحدثوننا عن نوع جديد من الإسلام. حينما أسمع من يهتف ويقول اسم مرشد الجماعة فيقول يا فلان أنت تؤمر وإحنا نطيع، وكأن هناك طاعة لغير الله سبحانه وتعالى. لا بس اسمح لي يا سمو الشيخ، الساكت عن الحق شيطان أخرس، وكل اللي بيحصل ده انتهاك للحق. لما الأزهريون يخافوا ويكشوا ويمتنعوا عن الإدلاء بالحق وان هم ما يوقفوش، يبقى انت مش مثل اعلى ليا. يبقى كلمه الحق لو قلتها لي في جامع انا ما اجيش وراك. لما امام جامع يستقيل ويعترض على الحاج مرسي والناس كلها ما تمشيش وراه وواحد ينقلوه في زاويه، يبقى ده انتهاك للحق. يجي كل الازهريين يقول له اصمت، الساكت عن الحق شيطان اخرس، ولا نخشى في الحق لومة لائم يا سمو الشيخ. ده حقيقي. العميد حسين لو هنتكلم من ناحيه مفكر امني وناشط حقوقي، يعني لو عايزين نتكلم بقى دايما كل شويه يقولوا لنا ايه الامن القومي والمنشآت وتخريب المنشآت ومش عارف، هم اللي بيحرقوا وهم اللي بيولعوا في المنشآت وهم اللي زي ما هم متشعلقين في تمثال النهضه. ده انا يعني محروقه على التمثال اللي متشعلقين فيه ده، بيهينوه بكل المقاييس، اللي هو ده رمز النهضه الحقيقيه مش النهضه اللي احنا عايشين فيها اللي اسمها الفنكوش. فدي مشكله تانية. فيعني عايزاك تقول لي ايه بقى الحدوته بتاعت لعبه امنيه دي اللي احنا عايشين فيها طول الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب بحضراتكم وباهل مصر الكرام، ورغم ان الموضوع شديد الوطأة لكن انا هحاول اخفف على حضراتكم من خلال ان احنا نقرا قراءه متأنيه. سانحى منحا علميا بعض الشيء، وسارجع الى خلفيه تاريخيه امتثالا لقول الشاعر: من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره، اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. ونحن لا ندري الخبر. سألتقط خيطا من دكتورة مريم قالته، وهي يعني هو بيت القصيد في هذا المقام في الحالة الدستورية الملتبسة: اقرأ يا أهل مصر الحضارة العربية الإسلامية، اقرأوا يرحمكم الله. احنا عندنا دستور دلوقتي على المحك، أنا عاوز الناس يحكموا ضميرهم ويقروا اللي في الدستور. الأمن. لا طب لا معلش معلش اتفضلي انا معاك. الفئه اللي مش هتقرا، ما انا هقول لحضرتك، ما انا هكمل. ما احنا مش معقوله يعني اي بني ادم في مصر مهما كان علامه لو مش قانوني لما يقرا مواد الدستور مش هيقدر يفهم اللي ولا عليه. ما انا هكمل. ما هو ده ضحك على الدقون. جميل. يعني الناس يا عيني اللي هينزلوا يدوم الزيت والسكر تاني وانابيب البوتاجاز اللي هتولع فيهم. ما تنسيش الثانيه يا استاذه هلا عشان هينزلوا عشان خاطر يهدوا الصوت في الاستفتاء. انا بس عاوز استكمل الحديث الاخر. ده تزوير اساسا. عاوز استكمل الحديث الاخر بس ان الموضوع عاوز حته البعد الامني اقوله. اولا يقول المولى عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الأمن لمين؟ اللي ما بيظلموش. اللي يظلموا ما عندهمش أمن، ونحن ظلمة، شعب حكام ومحكومين. نحن نظلم فلن يتوفر الأمن لدينا. طب اللي بيقول عليها دول الكفر، طب ما هي دول آمنة ليه؟
لان كما قال يعني ائمه الاسلام ان دوله الاسلام لو كانت ظالمه تزول، ودوله الكفر لو كانت عادله تبقى. بالظبط. ويقول الإمام ابن القيم: فأينما كان العدل فثم شرع الله ودينه، وإن لم ينزل به وحي أو ينطق به رسول. يبقى أنا عاوز في المجتمع أخلي القيمة العليا هي العدل. يعني مش هو مسلم ولا مسيحي ولا دينه ولا عقيدته، عشان طب لما بقى نيجي رئيس الجمهورية يضرب العدل في مقتل، هو ده موطن الخطر. طب مين اللي هيعدل؟ يعني المزورة أو البنش مارك اللي بيقولوا عليه بقى نتكلم، اللي هنقيس بيه هو العدل، اللي هو ربنا قال لنا كده، اللي ظلمة ما عندهمش عدل. لا وبعدين نفاهم، وبعدين رجع يقول لهم والنبي نقبوا لي على الاستفتاء. طيب من ممارسات الرئيس التي لها جوه الحدوته ولا بره الحدوته؟ قانون يعني مجبر، وقانون أنا الحقيقة حتى مهما يكن هو بيجبرهم، لان هو قراراته محصنه. عذرا يا سياده اللواء، اتفضلي يا فندم. لا ابدا ابدا، هو قراراته محصنه، هيصدر بقى القانون ده، هو هيصدر القانون وانتم مجبرين كلكم يا قضاه الراجل فيكم بقى اللي ما يروحش. ما هو قراراته محصنه، ما الاعلان شغال، وهو تظنوا ان الدستور لما تصوتوا عليه وغزو الصناديق ده يتم الاعلان هيتلغي. لا يا شباب، لا يا شعب مصر، عشان في ماده جباره في الدستور بعد سياده اللواء بقول لكم عليها بقى. طيب في 6 خطايا شرعيه ووطنيه وقع فيها السيد الرئيس او الاداره الحاكمه للبلاد، لان الحقيقه يعني امر ملتبس. انا ما كنت اتصور من الرئيس مرسي، هذا الرجل اللي من خلفيه ريفيه ورجل يعني اجتهد وجد ليعلم نفسه من بيئه يعني زي معظم عموم شعب مصر، ان هو يصل الى ما كان. يعني الحكام في مصر هي عبر التاريخ قولي 7000 10000 سنه زي ما بيقولوا، الحاكم فيه 3 صفات، ولحين اشعار اخر للاسف كنت اتوقع الرئيس مرسي ما يقعش فيهم. اول حاجه الاحتكار بالكاف والاحتكار بالقاف، والاثنين يؤدوا الى الانشطار المجتمعي اللي احنا فيه. فالاحتكار دائما، قال مولانا آية، هستشهد بآية أخرى، بيقول: يا قوم، فرعون بيقول: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شوف يعني استخباهم. والاحتكار بالقاف، الاحتكار بالقاف اللي هو فاستخف قومه فطغوا. الحقيقة احنا يعني ما كنت أتخيل إن دي بقى دي ممكن الاحتكار يطلع، لكن الاحتكار كمان ده أنت راجل متواضع، ما ينفعش بقى إن احنا نبص نلاقي إيه امبارح في المليونية. أولا أول مرة حاكم في دولة ديمقراطية يحشد ناسه. لو رجعنا بالمشهد في وول ستريت، اوكيباي وول ستريت، الحركه اللي استلهمت من ميدان التحرير فيما يسمى تحرير سكوير بوليتكس، بقى لنا ادبيات العالم بيستشهد بيها، فالناس بيحاكوا موقفنا فعملوا وطلعوا. هل انت شفت الاخ اوباما وكان عنده انتخابات بعد كده وفي موضع حرج طلع حشد الناس بتاعه؟ ده ما كانش يحصل ايام هتلر وموسوليني والحاجات دي، اللي تلاقي في الميادين بقى والميدان الاحمر تلاقي ناس طالعين وبتاع، دول بتوع الحاكم. ده مش ممكن مظهر في دوله بنتكلم كل شويه دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. اتهرينا. فين المدنيه الديمقراطيه الحديثه؟ المعارض هو اللي يطلع يعبر. هتيجي تقول ايه واحنا مش من الشعب نعبر؟ لا يا سيدي، عبر. عندك قنواتك الشرعيه، عندك حزبك، وعندك جماعتك الغير قانونيه، وده سبب من الاسباب ال6 للانشطار الامني في مصر. مصر دلوقتي داخله على شفير حرب اهليه للاسف. هقول النقط بسرعه والخص. اول حاجه في المشهد الحقيقه يرعبني اول ممارسه، ان في بسبب سياسات الاداره الحاكمه بقى في انفصال شعوري ومادي بين الاداره الحاكمه وبين باقي الشعب. تمثله صوره الحقيقه صوره تمثيليه، لان طبعا حتى القران بيضرب لنا القصص. وكأن الرئيس مرسي قد استقل سفينه الوطن المثقوبه. سفينه الوطن المثقوبه، هو بيتكلم على السفينه فانا اقول له دي مخرومه. هو وحواريوه شعب الجماعه ومن يناصره، لان حتى حصل انفصال في الصف الاسلامي بس ضد الكفار هنبقى كلنا مع بعض. وانا لا يزايد احد على احد. انا فصلت من امن الدوله لان انا اعتبروني تيار اسلامي متعاطف مع اللي كانوا بيتعذبوا في السجون، فما حدش يقامر عليا. كل شيوخ مصر يعلمون اللي كنت بستضيفهم في مكتبي واكلهم واشربهم واتاذيت بسببهم، ولا واحد في السنتين دي يا استاذه قال كلمه حق في حقي. عارفه مين اللي قال؟ اللي بيقولوا عليهم كفار، مش هقول اسمائهم بقى، الميدان. هم دول اللي في امريكا قالوا لهم تعالوا شوفوا الراجل ده بيقول ايه. فاذا هنا يبقى قيمه العدل هنا تسمو بقى. انا ما يهمنيش لا لحيه ولا مسيحي ولا مسلم، انا يهمني قيمه العدل هي اساس الاديان كلها. هو استقل سفينه اي حد مخالف ليهم انا الحقيقه انا مندهش ويتحرق ويتقتل. انا مندهش، يعني ما شفتش دمويه في الشعب لا المصري. انا عاوز يعني الشعب المصري مش دموي. ما شفناش دمويه الا في الايام دهيت، وللاسف الشديد انها باسم الاسلام وباسم الله كارثه. يعني الشعب المصري اللي ما فيهوش دمويه خالص، ولما كان المساجين كلهم هربانين الا مجموعه الارهابيين اياهم، دول هم دول اللي ورونا دلوقتي الدمويه، اللي راحوا يحضروا في احتفالات 6 اكتوبر. خلي بالكم دي رساله. قاتل السادات طلع يحضر
لاحتفالات 6 اكتوبر، وما كانش بيدخل الاحتفالات دي الا من معاه دعوه من الحزب المتأسلم التابع للحاكم. يعني دي اهانه للشعب المصري كله، يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته وبنحتفل ب 6 اكتوبر بالقتله. فانا ارى في المشهد وكأن الرئيس قد استقل سفينه الوطن المثقوبه هو وحواريه، تاركا خلفه على شط المخاطر وفي المياه باقي شعبه. هذا المشهد الحقيقه ده اللي انا حاسه وبجسده في الصوره دي، لان انا جايبه من اطار علمي. يعني انا الصوره دي جات لي بعد ما حطيت ايه الممارسات اللي لها انعكاس امني بحكم تخصصي. الحاجه الثانيه تكريس الفتنه الطائفيه. انا شايف عدم حضور مناسبه زي تنصيب البابا دي مناسبه قوميه. يعني قال هترضخ مثلا لبعض الناس يقول لك ان ده يعني حاجه لها يعني مساس بالعقيده الاسلاميه. ده حدث بيحصل كل قد ايه؟ بالعكس هو نعم. وبعدين هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نلاقي مثلا مسلمين بيتهجروا سواء دهشور ولا عمرانيه ولا في رفح، او يقولوا لي بقى ده قصري ولا قهري، ماليش دعوه، في حاله ان في مسيحي في مصر، انا ما بقولش في اضطهاد او تمييز، لكن في ممارسات غبيه. ده غير اللي طفشوا كتير. انا النهارده النبي صلى الله عليه وسلم مش قال هجيبوا يوم القيامه، ولا احنا بنتعامل مع انه كفار؟ ما احنا كفار وممكن يكون هم كفار. فاذا هذا المشهد الحقيقه كان الرئيس لو كان عمله كان عمل ارتياح في الاوساط وما كانش. انباء مباشره. هشام قنديل رئيس الوزراء مع المهندس سمير مبابي وزير الطيران المدني، ومنها أن مطار الغردقة يتحول إلى ثالث أفضل مطارات أفريقيا، كما يتم طرح الصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي للاستثمار قريبا، ويجري حاليا تشغيل الصالة رقم 2 بالمطار، والتي تزيد الطاقة الاستيعابية به إلى 7.5 مليون راكب سنويا. ملف الطيران المدني كان أمام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال لقائه والمهندس سمير مبابي وزير الطيران المدني، الذي عرض آخر مستجدات الوزارة والمشروعات الجديدة بها والأوضاع التي تحسنت. الوزير عرض المؤشرات الإيجابية بالوزارة والتي تهم المواطن في الشارع المصري، وفي مقدمتها شبكة الطيران الداخلية الجديدة التي ستعمل في 20 من الشهر الحالي لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، وذلك باستثمارات تصل إلى 75 مليون جنيه. من ضمن الحاجات الجديدة عندنا اللي احنا بنقدم منتج جديد إن شاء الله الشهر ده بالنسبة للخطوط الداخلية. شركة سمارت وقعت عقد مع أحد المستثمرين المصريين لتشغيل رحلات خطوط داخلية بأسعار في متناول أي حد وأقل من الأسعار الموجودة دلوقتي. العقد ده قيمته 75 مليون جنيه، وهيعمل شبكة خطوط داخلية إن شاء الله، خطوط ما كانتش موجودة قبل كده، ودي إضافة سواء للسياحة أو للمستهلك المصري. من ضمن المشاريع الجديدة اللي اتكلمنا فيها مع معالي رئيس الوزراء مشروع الايربورت سيتي أو مدينة المطار، اللي هي المنطقة المحيطة بمطار القاهرة. من ضمن برضو الحاجات اللي عرضناها على معالي رئيس الوزراء التطورات الجديدة في شركة مصر طيران، وإن شركة مصر طيران الحمد لله عادت للربحية بعد شهور طويلة من الخسائر. الأمور بقت أحسن كتير، وفي خطوط جديدة فتحت وفي خطوط جديدة هتفتح. مثلا احنا فتحنا امبارح خط أوزاكا بقى له أكتر من حوالي سنتين مقفول، رجع يشتغل تاني امبارح. وعندنا في الخطة إن شاء الله أكتر من محطة جديدة هتفتح مع الجدول الصيفي اللي جاي إن شاء الله. احنا عرضنا برضو من ضمن الحاجات الجديدة عندنا، احنا عرضنا صالة 4 اللي موجودة في المطار للاستثمار، ونأمل إن شاء الله إن الطرح ده يكون ليه عائده على الاقتصاد المصري وعلى مشاريع وزارة الطيران. وزير الطيران المدني أشار إلى التنسيق الذي يجري حاليا مع وزارة السياحة لتنشيط الحركة السياحية استعدادا لأعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس. من مقر مجلس الوزراء كان معكم أحمد حسني، التلفزيون المصري. أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني والإضرار العام به، وذلك إلى جلسة 2 فبراير من العام المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والاستعداد لإبداء طلباتهم والمرافعات.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم قضية التمويل الأجنبي غير المشروع ل5 منظمات مجتمع مدني أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 10 من يناير المقبل، ولبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ولتمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات القضية السابقة. خلال 24 ساعة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 76 متهما وبحوزتهم 87 كيلو لمخدر البانجو، بخلاف كمية من الحشيش ومخدر الهيروين وأقراص مخدرة. هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأمن بالشارع، حيث نجحت مديرية أمن الشرقية في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف فتاة وإعادتها خلال ساعات إلى أهلها سالمة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. مديرية أمن القاهرة تنجح في ضبط عاطل اشتهر بالإتجار بالأقراص المخدرة، وبحوزته 20,000 قرص من الأقراص المؤثرة على الحالة العصبية والنفسية. كما تمكنت المديرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات أثناء قيامه بالتعدي بالضرب على سائق وسرقة مبلغ 434,000 جنيه بالإكراه. مديرية أمن المنوفية تنجح في ضبط سائق وبحوزته 53 لفافة من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تتمكن من ضبط شخص وبحوزته طبنجة رش بلي وطلقات داخل محطة قطار رمسيس. الإدارة العامة لمباحث التموين تنجح في ضبط سيارة محملة ب55,000 لتر سولار وأخرى محملة ب65,000 لتر بنزين قبل بيعهما بالسوق السوداء. مديرية أمن القليوبية تتمكن من ضبط أكبر التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة السيارات بالإكراه بالخنكة، وبحوزتهم أسلحة نارية. فترة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من رجال الشرطة في القبض على المجرمين وذيول التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة التي تقوم بسرقة السيارات والمرة بالإكراه. فترة تحتاج إلى وقوف الجميع جنبا إلى جنب حتى نصل إلى بر الأمان ويتحقق الاستقرار. محمد علوي، تلفزيون المصري. في إطار تفعيل مبادرة وزارة الصحة لمكافحة العمى، أطلقت الوزارة مبادرة لعلاج 200 مريض بتحلل شبكية العين بالمجان بمستشفى القاهرة الفاطمية.